تمام 10 مساء بتوقيت أسمر المحل. أينما كنتم أيها السادة والسيدات، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهل كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة شخصين بكورونا في البلاد. جهود لتوسيع خدمات المياه في عصب. في حماية التربة والمياه في حلحل. إسرائيل تضرب أهدافا عسكرية سورية ردا على هجوم عند حدودها. الهند تقول أنها اتفقت مع الصين على سحب سريع للقوات من على الحدود. وألمانيا تخطط لوضع نقاط اختبار للكشف عن كورونا في محافظتها. أهلا بكم إلى التفاصيل. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة اكتشاف إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا بالفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 25 من يوليو للمتواجدين في مراكز العزل في ضواحي عصب وسنعفة. وعاد المواطنون في الأسابيع الماضية من إثيوبيا عشوائيا، وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 263 إصابة، شفي منهم 189 مريضا، ولا يزال 74 يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. ولعدم توقف قدوم المواطنين من إثيوبيا والسودان وجيبوتي واليمن عبر البر والبحر رغم حظر الحركة من دولة لأخرى على مستوى المنطقة، فإن عدد المواطنين العائدين إلى البلاد بلغ 11650. وزارة الصحة 25 من يوليو 2020. قال مسؤول خطوط مياه مدينة عصب السيد سلومون هيلة سلاسي أن أعمالا كبيرة تنفذ بجبهة التنمية الشرقية لحل مصاعب المياه وتوسيع الخدمات في مدينة عصب. وأوضح المسؤول وكالة الأنباء الإترية أن العمل جاري في آبار حرسيل التي تعد أهم مصدر مياه مدينة عصب وخطوط المياه الممتدة إلى عصب. وأشار إلى سير العمل لتجديد الأنابيب وحل مشاكل الآبار بتعاون السكان وقوات الدفاع ودعم الآليات. وذكر مسؤول خدمات المياه في مدينة عصب السيد يرجعلم جبر ميكائيل عن توزيع المياه بشاحنات الصهاريج للحيلولة دون حدوث مشكلة مياه أثناء العمل الجاري في مصدر المياه الأساسي الذي يبعد مسافة 15 كيلومتر من عصب وخطوط الأنابيب. من جانبه أشاد منسق جبهة التنمية الشرقية العميد تخلق فلاي خلال تفقده الأعمال الجارية بالتعاون الذي أبدته جميع مؤسسات الحكومة والجبهة لإنجاز العمل. تجري في مديرية حلحل أنشطة نفير تتواصل لشهر لحماية التربة والمياه والتشجير، وشمل النفير بناء المدرجات والحواجز المائية والحفر لقرصها بالأشجار، حيث تم حتى الآن حفر 10,000 حفرة وقرصها بشتول الأشجار وإعداد 10,000 أخرى. وأوضح مدير مديرية حلحل السيد قرماتين أبرهة أن المهام المتواصلة جزء من البرنامج التنموي السنوي الموضوع. وأكد المسؤول السير الجيد للعمل الذي بدأ لبناء طرق بحوالي 17 كيلومتر من حلحل لملوبسو، و16 كيلومتر من ملوبسو إلى قرصت، و15 كيلومتر من قرصت لجبل عسرته، و24 كيلومتر من حمل مالو إلى حلحل، أي ما مجموعه أكثر من 70 كيلومتر. تلقى المحتاجين في مديرية سنعفة بالإقليم الجنوبي وقال نفحي بالإقليم الأوسط المساعدات المالية وإعفاء إيجارات البيوت في مدينة سنعفة. ووزع مبلغ 16,800 نقفة لأسر الشهداء في ضاحية جيجارو عد حشيه، و9,600 نقفة في ضاحية بيحاد بمديرية سنعفة، وكذلك أكثر من 42,000 نقفة في ضواحي تله نرعي ومزبة وزكفيت ومرارة، وأكثر من 10,000 نقفة في فورتو. وقدم مبلغ 226,000 نقفة ل50 أسرة ليس لها راعي في مبستي قلبة. وأعفى أصحاب المنازل في مدينة سنعفة إيجارات البيوت لشهر وشهرين و3 أشهر.
وفي الإقليم الأوسط وزع أكثر من 200 ألف نقفة للمحتاجين في ضحية عد حوشة بمديرية قنافحي، ومبلغ 116,140 نقفة في مرحنو، وتم تقديم 20 ألف نقفة للمحتاجين في قجرة. أفاد تقرير وزارة الصحة التبرع بأكثر من 100 ألف نقفة و50 ألف دولار من المواطنين في الداخل والمهجر لمكافحة وباء فيروس كورونا. وأفاد التقرير عن تبرع السفارة اللاتفية في واشنطن بمبلغ 50 ألف دولار، ومؤسسة ناشونال أخليلو سامييل للبويات والكيماويات 30 ألف نقفة، وأصحاب مقالق مدينة كرن 18 ألف نقفة، وجمعية المخلصين الجمركيين في عسمر في السكة الحديد والمطار 8,000 نقفة، وجمعية أبونا ليبانوس متعكسات دار مقيمين في عسمرة، وكذلك طاحونة أسمرم تسفى مريم للفلفل الأحمر 3,000 نقفة لكل منها. وتبرعت كل من جمعية بعل زقابيهير قدايف وجمعية بعل مريم عد أحفر المقيمين في عسمرة، وجمعية سلاسة بامبقو المقيمين في عسمرة، وبار ساحل بلين وجمعية بعل مريم عد بروس المقيمين في عسمرة، وجمعية قدسة مريم عد قلاقل دقم حمل المقيمين في عسمرة ب2000 نقفة لكل منها. وتبرع مطعم لوام وجمعية قدوس قرقيس عد وقري من نفر المقيمين في عسمرة، وضحونا تعلم قبري ومكتب العرائض والاستشارة القانونية لبرهان هايلي وجمعية ميكيل شمال عد خالة المقيمين في عسمرة، وجمعية كدانة مهرت أبناء عد قرط المقيمين في عسمرة، ومتجر برهان الخضروات والفواكه وبرهان برهل الأدوات المنزلية، وجمعية قدوس عد قولة المقيمين في عسمرة، ومطعم الماز ب1000 نقفة لكل منهم. ومتاجر عبد الرزاق أحمد وحسين خضر وإدريس كحساي للأغمشة، والجمعية بعلى مريم عد حييس المقيمين في عسمرة، ودكان قدي تسفى مهرت 1000 نقفة لكل منهم لتنمية صندوق مكافحة كوفيد-19. مشاهدينا الفاضل، نواصل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلنت إسرائيل أن مروحيات جيشها قصفت أهدافا عسكرية في جنوب سوريا ردا على إطلاق النار من سوريا على أراضيها في وقت سابق من اليوم نفسه، ما يؤدي إلى تصاعد التوتر بين العدوين. وجاء القصف الإسرائيلي بعد ساعات على زيارة لم يعلن عنها مسبقا لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي لإجراء محادثات حول التحديات الأمنية الإقليمية بما فيها إيران حليفة النظام السوري وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي. وفي وقت سابق من الجمعة قال الجيش الإسرائيلي أن الذخائر أطلقت من الجانب السوري للسياج الأمني باتجاه مواقع إسرائيلية على مرتفعات الجولان. وأشار الجيش إلى أن سيارات ومبنى مدني تضررت في الجانب الإسرائيلي. قالت الحكومة الهندية أن دبلوماسيين من الهند والصين اتفقوا على سحب سريع للقوات المتوجهة على الحدود المتنازع عليها بين البلدين في منطقة الهيمالايا الغربية التي شهدت مقتل 20 جنديا هنديا في اشتباك الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن الاشتباك الذي وقع في 15 من يونيو في وادي جالوان في منطقة لاداخ الهندية لم يشهد إطلاق رصاصة واحدة، وشهدت رشوة بالأحجار وضربات بالهروات، إلا أنه لا يزال يشكل أسوأ اشتباك منذ عقود بين الدولتين الجارتين والمسلحتين نوويا. ومنذ ذلك الحين عقد الجانبان عدة جولات من المحادثات لإعادة الهدوء وتقليل عدد القوات في الوادي، بينما كانت تحشيدان تعزيزات في المنطقة الأوسع نطاقا على كل جانب. وقالت وزارة الخارجية الهندية أن الجانبين اتفقا على فض الاشتباك سريع وكامل للقوات على خط المراقبة وخفض التصعيد في منطقة الحدود لضمان استعادة السلام وسلاسة العلاقات. تخطط السلطات الألمانية لتخصيص نقاط اختبار صحية في المطارات لحث المسافرين القادمين من بلدان مصنفة عالية الخطورة على إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا. الخطوة اتخذت من قبل وزراء الصحة ولايات ألمانيا 16، وجاء وسط تصاعد المخاوف بشأن عودة الفيروس الانتشار بصورة كبيرة مع عودة المصطافين من إجازاتهم
إضافة إلى مخاوف أخرى تتعلق باحتمالات عدم التزام جميع العائدين من الدول عالية الخطورة بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما. في غضون ذلك قالت تاتانيا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي أن بلادها تعتزم استئناف بعض الرحلات الدولية بداية من الأول من أغسطس، لكن قائمة الوجهات ستكون محددا بشكل مبدئي. مع اقتراب العاصفة هنا حثت السلطات سكان عدة مقاطعات جنوبية في ولاية تكساس الأمريكية على إخلاء منازلهم، وتتوقع السلطات أن ترافق العاصفة المدارية هنا هطول أمطار غزيرة وفقا لوكالة رويترز للأنباء. وازدادت قوة العاصفة هنا ويتوقع أن تصل إلى جنوبي كوربس كريستي في تكساس كإعصار من الفئة الأولى تصحب رياح شديدة تصل سرعتها إلى 121 كيلومتر في الساعة الواحدة. وقالت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية أنه من المتوقع أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للعاصفة إلى 15 بوصة في بعض مناطق جنوبي تكساس وشمال شرقي المكسيك. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله وحفظه.